السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتابعين ديالنا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير، ما نقصكم حتى خير نتوما والازواج ديالكم. شوفوا لي هاد الكوزاميه اللي كناكلوا على برا بواحد الثمن طالع، وشي حاجه اللي واعره ورائعه معلكه، واحد صوص بيشاميل بمقادير بسيطه. اول مره غتشوفيها غديريها للوليدات ديالك. بسم الله على بركه الله. غناخذوا 5 البطاطات تقريبا بحال هكاك، 5 او كسر، المهم على القدر نتي اللي عندك. غنديروهم يتسلقوا بشويه ديال الملحه. صافي هنايا قطعنا البطاطا ديالنا اللي غادي نخدموها في كوزاميه، غنخليوها طيب لنا بشويه الملحه. ومني غادا طيب غناخذ واحد معلقات ديال الزبده، اللي عنده الزبده الاخرى يديرها. هنا شويه ديال الزعتر وشويه ديال البزار. صافي طفينا عليها، غادي نخلطوا ديك الزبده تدخل لينا فيها، وغنلوحوا فيها كاس ديال، نكبوا عليها واحد الكاس ديال الحليب، وغنخليوها غتجي رائعه، غتجي واعره. واحد السر اللي رائع في هاد الكوزاميه هادي، غناخذوا بصله كبيره نقطعوها شرائح رقاق، نخليوها تشحر بشويه ديال الزيت وشويه الملحه وحتى هي بواحد المعلقه ديال الزبده. هاد الزبده هادي اللي كتعطي واحد البنه ملي كناكلو على برا، كتكون واحد البنه متغيره. غنخدمها انا معاكم بالفخوضه ديال الدجاج. هما فين كنخدموا كلشي بالصدر، ولكن جربيها بالفخوضه ديال الدجاج، راه كتجي واعره 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 ما شاء الله. واحد المذاق، داك اللي كيجي فتي بزاف. هاد الحيمات ديال الفخاد ديال الدجاج صغيرين على الصدر. كنقول لكم دائما شكرا بزاف للناس الجداد اللي كيتفرجوا، والناس القدام ديالي كنقول لكم شكرا بزاف، والشكر كيبقى لله سبحانه وتعالى. واللي وصل معنا حتى لهنا ما ينساش تعليق يكون زوين بحالو، وشي لايك، وضروري الاشتراك في القناه. ما تنساوش مع شهيوات ولدي دائما الجديد. هنا درنا معلقه ديال الزبده، معاك كنهضر، ودرنا الزعتر ضروري معلقه ديال الزبده درناها في الحيم في الصدر ديالنا، في الفخذ ديالنا. هنا غناخذ معلقه ديال الزبده. هاد الكوزاميه كنخدموها بالزبده ماشي كثيره، غير شوي شوي شوي، بحال هكا راس ديال المعلقه الفوق. كتجي فيها واحد المذاق، واحد المذاق ما بلا ما نقول لكم المذاق اللي كيجيها فيها كيفاش داير، كتجي واعره بواحد المذاق. هنا غنخدموا البيشاميل ديالنا اللي فيه 2 المعالق ديال الزبده و2 معالق ديال الدقيق، شويه الملحه، شويه البزار. صافي كنخدموا البيشاميل ديالنا. بالنسبه للطريقه الاخرى اللي ولات، كديري كلشي في الهاشوار او الميكسور، وما كتبقايش تعاقلي مع الصوص بيشاميل ديالك، كتلوحي كلشي هادشي صافي، وكتخليه تضربيه بالهاشوار، وتخليه يطيب على عافيه مهيله. يطلع لك صوص بيشاميل ديالك رائع. بالنسبه لهاد الطريقه اللي ما كتصدقش ليه، شوفوا لي الدجاج في خيضات اللي تحمروا وعطاو واحد اللوين احمر. هنا نديرو شويه الزعتر ديالنا من بعد ما طابت لنا المقله، مقيله بنينه، واحد الريحه يا سلام رائعه. هنا غنديرو 2 ساشيات ديال الفرماج، اي فرماج بغيتي، فرماج ديال الاكل، فكر في فرماج ديال الدهن اللي درتي. حنا غير نستمنا هذاك البيشاميل ديالنا. هنا غندير واحد شويه الزبده في هاد المولات، هاد المولات كيجيو رائعين. شوفوا البطاطا ديالكنا راه معلكه ورطبه، بحال مديرها في الميكسور بديك الزبده والحليب. هنا ناخذوا البيشاميل ديالنا، الفران ديالنا في هاد اللحظه سخون على 200 درجه من الفوق لتحت. ملي غندخلوها واحد 2 دقائق ولا 3 تكون من الفوق ومن التحت شويه، غنخليها غير من الفوق. الا خليناها كتبقى طيب الفوق والتحت غنلقاو هذاك البيشاميل نشف. حنا كلشي طيب، بغينا غير يتحمر لينا البيشاميل ديالنا.
كندخلها واحد شويه عاد باش صافي كنطفي عليه وكنخليه يبقى يتحمر ليا من الفوق. شوفوا هاد البصله ضروري تخليوها تحمر وتعلك باش تجينا كوزاميه فيها واحد البنه كلشي سولك عليها. بالنسبه لهاد المولات راه ما غاليينش في البيل. اللي بغى ياخذهم كيجيو رائعين في كوزاميه. اللي ما عندوش يدير المول ديال الدجاج. الصراحه كتجي رائعه وكتغطيهم بواحد المنيط طيب، تغطيهم بواحد الالومنيوم وكتبقى سخونه. تخرجيهم معاك ديهم معاك للبحر، ديهم معاك لشي بلاصه تجيو الوليدات، كتبقى سخونه واحد المده. هنا زدنا النص اللي بقى. كنقول لكم اللي ما بغاش يدير الفرماج كتحمر كانك دايره فيها الفرماج، كتدخلي هاد البيشاميل، حيت البيشاميل حتى هو درنا فيه ساشي ديال الفرماج. هنا غنحك غير شويه اختياري ماشي ضروري، واخا هي كوزاميه كتكون عامره بالفرماج وانا عندي الفرماج غير ما بغيتش تخدم معكم عامره باش تزعموا ديروها. اللي وصل معنا حتى لهنا ما ينساناش من اللايكات ومن التعاليق الزوينه. غندخلوا الكوزاميه ديالنا ونخرجوها اللي ما خداتش واحد الوقت لان الفران ديالنا سخون بزاف. حنا خاصنا غير كلشي طيب غير نحمروها ما نخليوهاش تنشف لينا، تخليهاش طيب الفوق ولتحت تنشف، تحمر لك غير من الفوق باش تبقى لك هذيك التكعليكه ديال البيشاميل اللي فيه واحد البنه. شوفوا ليا انا مبغيتش نقوي الفرماج باش تم غادا بواحد الخط درتها معكم غير اختصاصيه باش تزعموا. بسلامه عليكم، تلاقاو شي فيديو اللي يكون رائع بزاف. ما تنساوش تشاركوا مع الحباب. السلام عليكم، تهلاو ليا في ريوسكم.